لمسة زياش يعكس هذه الكرة بحت أمام واحد من أصحاب التقاليد القارية منتخب الفراعنة مصر. هنا سفيان مرابط والصافرة من الحاجي تشير إلى خطأ حذاري من هذا اللاعب قائد منتخب تنزانيا في نادي إشبيلية. انطلاقة إلى الجهة اليسرى مرفوعة الكرة في القائمة الثاني وبالراس. برافو يوسف نصيري في ثاني تدخل. هنا الجرأة التنزانية والانتفاع التنزاني والهجوم التنزاني يبدأ مبكرة اليوم. يعود زياش إن شاء الله في مباراة اليوم وياسين بونو بكل هدوء الممكن يتابع الكرة أرقامه القياسية مميز. يلعب الكرة للزلزولي بالراس وحطها في الجول. كان ممكن يحط الكرة في الشباك يوسف نصيري. في نهاية المطاف الكرة تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. هذه الإعادة ممتازة. المساندة تأتي من الشيبي. يسكور الشيبي ولكن الدفاع في المتابعة. سايس هنا يخرج كرة بشكل ممتاز. يلعب للزلزولي. الله يا الزلزولي، الله على المهارة يا الزلزولي. هرب الزلزولي من الجهة اليسرى في الصافرة. ومتى يأتي الإنذار؟ أعتقد الإنذار يأتي الآن. البطاقة الصفراء. الزلزولي مر، الزلزولي عبر، الزلزولي العرضية. تأخر في رفع الكرة الزلزولي، تأخر في رفع الكرة الزلزولي وأعطى الفرصة للمدافع. يرفع كرة سيسدد زياش وجول وجول وجول. ولا الأسود يسجلون، الأسود يزارون، الأسود يفعلون عن طريق صاحب الخبرة المدافع سايس بذكريات التوغو، سايس بذكريات 2017. سايس في أجمل متابعة يضع الكرة في الشباك بعد الأولى من زياش. أنا قلت بأن الكرات الثابتة سلاح استراتيجي مهم لأسود الأطلس. هكذا البدايات وهكذا جاء أول جول. 1-0 نطمح في المزيد. يا زياش يا ساز الكرة يا وناحي في خطأ وإنذار إنذار إنذار إنذار. سلامات يا خوفي على اللاعبين من مثل هذه التدخلات. يا خوفي الحاج الهادي من تدخلات قد يلا الثاني يلا الثاني. يوسف نصيري كان قريب، يوسف نصيري كان قريب من زيارة الشباك. معليش يا نصيري خيرة في غيرها. يلعبها ممتازة زياش وحده زياش والثاني. النحلة ونحن نتابع هذه الكرة. الزلزولي يلا الزلزولي شوت الثاني غير معقول. الثاني كان قريب يا الزلزولي. هذه ممكن اطمع فيها الزلزولي. كان ممكن يمرر، كان ممكن يعطي. بينما الإعادة للهدف الذي سجله لاعب سايس بعد التسديدة الأولى لحكيم زياش. راية سايس في المتابعة. الشوط الأول ممكن هذه في الشبكة يا زياش. يتعثر زياش، يفقد توازن زياش وضاع مع الهدف الثاني. شوف الإعادة حكيمي في التمرير ممتاز يا حكيمي حطها لكن أنا شخصيا نقول بأن البطولة ستنطلق من الربع النهائي قصيرة. وناحي سيرفع كرة وناحي بحثا عن نصيري. جول ثاني يضيع غير معقول. نصيري كان ممكن يكتب التاريخ مرة أخرى. كان ممكن يطلق زياش يعطي باس ممتازة ولكن مرة أمام سليمة من ونرجع للبحث عن الثاني. ونصيري الآن يقاتل من أجل الثاني. نصيري الكرة تتحول بعد ذلك إلى ضربة مرمى. لا أدري ماذا أراد أن يفعل نصيري في الكرة الماضية. هل خلى الكرة لرزولي؟ راوغ الزلزولي حط الكرة لأوناحي سدد ولكن بعيدة يا أوناحي. الفكرة التسديد مباشرة عوض رفع الكرة على القائمة الثاني. أنا أرى تمركز ممر الذي صنع الإعجاز مع منتخب الرصاصات النحاسية. لذلك محذر من زامبيا كذلك في بطاقة صفراء والحمراء قادمة والحمراء جاية. كان عنده إنذار بطاقة صفراء ثالث. تلعب الكرة هذه ممكن خطيرة وناحي يبحث عن تسديد الكرة وناحي وحدة ممتازة. هي جول عالمي. النحلة الزنانة تضرب بقوة في هذه اللحظات. 2-0 في جملة تكتيكية ولا في الخيال، في جملة تكتيكية ولا في الأحلام. ثالث ينطلق حكيمي الآن، يرسل حكيمي العرضية. انصري هو جول. شوف
شوف واستمتع المغرب يتدلع، شوف واستمتع، هكذا يمتعون ويستمتعون في صافرة وضعية تسلل. يا فرحة ما تمت. نعم نعم نعم، الثالث 3-0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم اليوم إن شاء الله في قناة عدنان محمد. اليوم غادي نهضروا إن شاء الله، بما أن كأس إفريقيا إن شاء الله غادي يكون الافتتاح ديالو غدا إن شاء الله يوم السبت 13 يناير، فغادي نهضروا اليوم على المنتخبات المغربية. في آخر فيديو كنت هضرت على أبرز المرشحين من المنتخبات الإفريقية، يعني جمعت المنتخبات العربية والمنتخبات الأخرى، باقي المنتخبات جنوب افريقيا، يعني جمعت شمال افريقيا مع جنوب افريقيا. اليوم في هذا الفيديو ده ان شاء الله غادي نهضروا على المنتخبات العربيه اللي هم 5 منتخبات، ابرزهم عندك مصر، الجزائر، المغرب، موريتانيا وتونس. غادي نهضروا على هذه المنتخبات هذه، وغادي نهضروا على ابرز المرشحين فيهم للفوز والنيل بكأس افريقيا المقامه بالكوت ديفوار لسنه 2024. غادي نبداو بطبيعة الحال بأول 3 منتخبات اللي غادي نرشحوا واللي ممكن أنها تفوز بكأس إفريقيا بالكوت ديفوار 2024. غادي نبداو بالمنتخب المغربي. المنتخب المغربي هو الرقم 3 اللي ممكن يفوز بكأس إفريقيا. علاش؟ هذا المنتخب هذا قدم كأس عالمية، كأس العالم 2022، قدم فيها أجمل كرة، ومن حيث أنه تقصى من نصف نهائي، بمعنى أن أول منتخب إفريقي عربي يصل إلى نصف نهائي. يعني بفضل نتائج المنتخب المغربي فأعطيته الترشيح رقم 3 فأنا غادي نرتبهم من رقم 3 ل2 ل1. فرقم 3 هو المنتخب المغربي لعدة أسباب كيف قلت لكم، هو أنه كانت عنده استمرارية وتدرج في النتائج التي قدمها خلال السنوات الأخيرة. وكما هو معلوم أن المنتخب المغربي لديه في خزنته كأس إفريقيا وحيدة سنة 1976. من آنذاك، منذ ذلك التاريخ، لم يسبق المنتخب المغربي أن فاز بكأس إفريقيا، لذلك فحطيته في المرتبة الثالثة. ندوزو للمرتبة الثانية، اللي غادي يحصل على المرتبة الثانية اللي هو المنتخب المصري. المنتخب المصري معروف أنه هو زعيم إفريقيا من حيث الألقاب، من حيث التاريخ، والتاريخ يفرض ذلك. خصوصا المنتخب المصري دائما يدخل أي منافسة إفريقية إلا ويكون المرشح الأول، ولكن هذه المرة حطيته المرشح الثاني نظرا لأن المنتخب المصري يعيش مراحل ليست بالإيجابية. هناك تذبذب في النتائج وتراجع مستوى المنتخب المصري. ليس المنتخب المصري الذي عرفناه سابقا، فهذه السنة هذه منتخب مصري متذبذب في النتائج، ولكن يبقى المنتخب من بين أهم المرشحين للنيل بكأس إفريقيا بالكوت ديفوار، خصوصا أنه هذا المنتخب هذا أخذ 7 ألقاب إفريقيا، بمعنى أنه هو الرقم 1 داخل إفريقيا، فلذلك أخذ ترشيح الثاني. المرشح الأول اللي أكيد أن معظم المتتبعين ومعظم الخبراء الرياضيين غادي يعطوه الترشيح الأول، اللي هو المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري أخذ الترشيح الأول لعدة أسباب، من بينها هو أنه لديه لاعبين جيدين، لاعبين ينشطون في القارة الأوروبية. كذلك نتائجه المستمرة، أنه متدرجة نتائج جيدة من خلال منذ إقصائه من كأس العالم التي أقيمت في قطر، وهو يحصل على نتائج جيدة، وكان من بين المرشحين الذين سيذهبون إلى قطر، ولكن للأسف تم إقصاؤه من طرف الكاميرون. فمنذ ذلك اليوم نرى أن المنتخب الجزائري حافظ على قوائمه وحافظ على تشكيلته الأساسية، وحافظ كذلك على مدربه. لم يكن هناك تغيير المدرب جمال بالماضي الذي فاز بكأس إفريقيا 2019.
رغم أنه تم إقصاؤه في آخر كأس إفريقيا، إلا أن الاتحاد الجزائري يحسب له أنه حافظ على المدرب جمال بلماضي. فاستمرارية المدرب واستمرارية النتائج الجيدة واستمرارية يعني جلب بعض النجوم وإدماجها مع المنتخب، فلذلك رشحته المنتخب الأول والمنتخب الذي سيفوز بكأس إفريقيا بالكوت ديفوار 2024. فمن خلال الفيديو ممكن أنكم تخلوا لي بعض التعليق وتقول لي ما رأيكم، ومن هو المنتخب الذي سيفوز بكأس إفريقيا خصوصا من المنتخبات العربية الخمس. هناك من طبيعة الحال لم أذكر تونس ولم أذكر موريتانيا، لأن موريتانيا بعيدة جدا كل البعد عن الترشيح، نظرا لأن هذا المنتخب بدأ يكتشف نفسه، وليس لديه يعني ذلك الصيت الكبير مثل المنتخبات الأخرى. مثل المنتخب تونس كذلك يمكن أن نحطه رقم 4، منتخب كبير، منتخب لديه تاريخ جميل أنه حاز على كأس إفريقيا مرتين، ومنتخب يحسب له ألف حساب، نظرا لأن هذا المنتخب دائما يذهب إلى أي منافسة يكون فريق جد عادي، ولكن خلال المنافسة منتخب تونس يكون رقما صعبا، ولا يمكن التكهن بأي مدى يصل إليه خلال كأس إفريقيا. أتمنى أنكم ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش التعليق، وما تنسوش اللايك والشير كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.